الليمبي طلع مش كوميدي، هو والف مبروك وعسل اسود واكس لارج وغيرهم. اخر فتره بقيت تلاقي اي حد يوم جايب فيلم كوميدي يهلك من الضحك ويقول لك على فكره ده يا معلم مش فيلم كوميدي، انت فاهمه غلط والسينما بريئه منك يا واخد عشان بتضحك عليه. حوار طلع اليومين دول واتهرس هرس يعني، بس ده مش موضوعنا. احنا النهارده بقى هنعمل عكس كده، هنجيب فيلم المفروض هو جد جدا والمفروض كمان يتاخد بجديه، لكن قلب من اللي بيعملوه بكوميديا. كوميديا حرفيا بتضحك اكتر من ممثلين متصنفين على انهم بيمثلوا كوميدي. وبما انك ما بقتش لاقي حاجه كوميدي تشوفها من بعد ما طلعت كل الاعمال دي مش كوميديه، فيلا تعالى بقى نشوف لحلم العمر فيلم كوميدي. لكن قبل ما نبدا الحلقه وقبل ما نقول اي حرف محتاجين نقف عند حاجه كده، ويا ريت حد من اللي اشتغلوا على الفيلم يجاوبنا عليها. الراجل ازاي كان عنده اخت صغيره وهو شاب وابوه ما كانش موجود لما كان صغير؟ ويا ريت ده يحصل بسرعه يا انتاج، ما تخلوش دماغنا تحدف، سوء الظن وحش. طب ليه بقى الفيلم كوميدي او الفيلم قلب من اللي بيعملوه كوميدي؟ ببساطه بسبب الافوره والمبالغه الزايده. يعني في حاجات في الفيلم هتبص لها كده وتقول ما كانش لازم المبالغه دي برضه. اولهم مثلا لحظه بدايه ابوخ وامسخ علاقه في تاريخ السينما المصريه، علاقه نور واحمد ايه ابو علي وحبيبه. مين علي وحبيبه دول؟ ولادنا يا احمد. من اول نظره كده عارف اسمها وعارف انها صاحبه محل ورد، وتخيل حياته معاها كمان، اللي هو لو كانت وقفت قدامه شويه وما مشيتش كان زمانهم اتخطبوا او يمكن اكتر. علاقه غريبه والله، مليانه بالمحن والتلزيق والسهتنه وسوء الاداء التمثيلي. الاتنين ما شاء الله عليهم مش عارفين يمثلوا وفاكرين ان التمثيل ده طريقه معينه لو مشيت عليها يبقى انت كده بتمثل تمام. هو مثلا كان واخد سكه العياط والشحتفه، وهي بقى كانت ماشيه في حوار السهتنه والبراءه والجو الملائكي ده، كانت بتتملك علينا حتى في طريقه الكلام والله. يعني الراجل في الفيلم اسمه احمد بس هي مش بتعتمد حرف الدال، مش في القاموس بتاعها، هتلاقيها بتقلبه تاء وبتقول حاجات غريبه. ولادنا يا احمد، مش احنا قلنا هنجيب ولد وبنت؟ ايه ده يا وليه؟ علاقه تحببك في الوحده والله. بس ما نظلمهمش يعني، هما ما كانوش نقطه الافوره الوحيده في الفيلم، ده الافوره بدأ من الاول خالص. يعني مثلا هما كانوا مطلعين احمد وعيلته ناس على قد حالهم والكلام ده كله، مع انهم عايشين في واحده من ارقى المناطق في اسماعيليه، وكمان عندهم فيها بيت ومحل ملك بتوعهم هم ومحل موبايلات، واللي هي اكيد حاجه غاليه. اللي هو اسبقوها شويه مش كده، اعملوا حاجه تتصدق. هنحتاج شويه نلغي فكره الحاجات اللي تتصدق، يعني نلغي قلنا شويتين 3 4 ونتعامل مع الفيلم على انه خيال علمي، احداث لا تمت للواقع بصله. ظابط صغير في اسم فتح على الرابع ونزل تلطيش في امه لا اله الا الله ومحدش قادر عليه. ظابط صغير وبلغه الرتب نقيب، اللي هو يا دوبك يعني، لكن كان فائق القوه والسلطه، ما تفهمش ليه وازاي. الدنيا ماشيه كده فين يعني؟ عايزين نفهم. طبعا انا كان ممكن استغل الجزء ده واقلبها لك هي فوضى حالا واكلمك بقى عن تجاوزات السلطه والبتاع وشويه الكلام اللي انت عايز تسمعهم، لكن ده انت مش هتلاقيه هنا او مش منطبق في الحلقه اللي قدامنا. على الاقل هي موجوده بس مش هتحصل من واحد لسه بيبتدي. يعني مش بنلاقي كل يوم شخص معاه رتبه صغيره بيخالف تعليمات مكان هو موجود فيه وبيقرب كمان يقتل عماله، وبتعدي كده عادي مفيش عواقب يا معلم. بيقول له مجلس الاداره وممنوع ومش عارف مين قال له عنينا لمجلس الاداره بطريقه طيبه فاهم تخليك ما تقلقش منه، وفي الاخر قام عامل كده وقال له التعليمات على الكل. انا لا، بس ما ننكرش ان التقديمه كانت جامده بصراحه، بس بعد كده نسبه افوره الشخصيه عليت جامد والاداء فيها كان ضايع جامد. هو كمان ده حزق الدنيا والاخره في المشهد اياه. انا متاكد انك مخبيها يا رشدي. يا فين يا نور؟ هو عموما لو اتكلمنا في الاداءات فهي في الفيلم ده مش احسن حاجه، الكل كان على قده يعني، الا توفيق عبد الحميد الحقيقه كان رهيب بجد. يعني انا بحب الدور ده قوي بالذات في مشاهد رباعيات صلاح جاهين، وبرضه عزت ابو عوف كان كويس، هو ما ظهرش كتير بس كان تمام. لكن بعيدا عن دول الباقي بقى بلا استثناء كانوا تحت الارض، بما فيهم بصراحه هالة فاخر واللي كانت وارثه الشحتفه من حماده هلال ومزوده عليها كمان، فهتلاقيها ما بتتكلمش كلمتين على بعض بنبره صوتها العاديه، دايما ماشيه بالنبره المعيطه، نبره محكمه الاسره، وده خلى اي مشهد هي المفروض بتمثل جد فيه يقلب منها بكوميديا، وفي بعض الاحيان يتاخد لوحده كده ويبقى ميم، ومش شرط مشهد جد درامي، حتى ست عاديه فرحانه بانتصار ابنها ومفيش اي مشكله، مشهد عادي جدا او كان عادي لحد ما مدام هاله قالت في النص الكلمه دي ابني بطل مصر، بطل العالم، بطل الدنيا كلها. فالناس بعدها تربط ده بايه؟ بالبطل حماده هلال وبديهياته، وانه بيقول نفس الكلمه مرتين بس في شكل مختلف يعني، فالموضوع يتسفى عليه. وواحد من اهم المشاهد في الفيلم يقلب بكوميديا صرف وثواني كده. هو من امتى اصلا والرياضه زي البوكس بالشعبيه دي في مصر وقهوه وبتاع واحتفالات في الشارع بعد كده؟ فين يا عم ده؟ ما كلها عارفه ان مفيش رياضه ماشيه في البلد غير الكوره، ده غير ان الرياضات القتاليه ملهاش جمهور قوي يعني هنا، اللي هو يا دوبك بس الكام سنه بتوع شهره المصارعه الحره وخلاص. يعني جبت منين ثقه تخليك تعمل مشهد زي ده؟ طب شفت زيه على ارض الواقع فين؟ اللعبه ملهاش جمهور في مصر. وبعدين هم فرحانين ليه اصلا؟ امال لو ما كانش البطل كسب بالتكويس وقوه الصداقه زي الكرتون الياباني، واحد اتدشمل وطقم اسنانه وقع ويعني بيلقط انفاسه الاخيره، وفجاه كده وسبحان الله قام زي الطور لما سمع منا عرفه بتسرسع. يعني عبت احنا بقى. افلام الملاكمه كلها فيها تكويس، انا بهزر. روكي شخصيا فيه تكويس، الفيلم ده متاثر جامد بروكي. هو ده عظمه مختار. انت هتحسه متاثر بالنمر الاسود اكتر، لكن النمر الاسود متاثر برضه بروكي برضك
بس ما كانش فيه اشاره لروكي في فيلم حلم العمر، لكن كان فيه اشاره للنمر الاسود في اول الفيلم خالص قبل التترات حتى. تعديل صغير، هم اشاروا لروكي في المشهد ده. هنا احمد بيقول لمامته انه ضرب العيال اللي ضربوه في المدرسه وبتاع، فبتقول له راكي يا واد راكي، راكي يا واد راكي، على اساس ست كبيره ومش عارفه تقول روكي وكده. في حاجه بتضايقني في الفيلم ده وبحسها عامله مشكله كبيره بصراحه، وهي الاغاني. بالظبط الاغاني في الفيلم ده لو ما كانتش موجوده التجربه كانت هتبقى احسن بمراحل. كنا نركن حوار ان البطل مطرب ده شويه، والله كانت الدنيا هتفرق. الاغاني كلها حلوه على فكره، حلوه جدا كمان، لكن في القصه في السياق والاحداث ملهاش داعي. ده غير ان معظم الاغاني بتحسسك بتنافر كده، اللي هو القصه والاحداث في وادي والاغاني في وادي. هنا مثلا البطل خسران كل حاجه، خسران حبيبته وصاحب عمره وكمان الهوايه اللي بيحبها، وماشي يغني في الشارع وسعيد ومية مية، ما عندوش اي مشكله، حاسس بسعاده غير مبرره كانه لسه قابض. هنا بيكون يعني سافخ البت كف ملوكي من اللي بيجيب من الاخر، وبيغني لها ليه ما استنيتيش، ليه ما استنيتش ايه يا اسطى لما تربطها في السرير. طيب تعمل 50 شيدز اوف حماده. غريب الاستاذ حماده رايح يتخانق مع واحد ومحمود بقى ومستعجل وهيهد الدنيا، لكن نظام السر يعني واقف في طريقه. ساعتها اختار انه يروح الخناقه ماشي لمجرد ان الاشاره حمراء والتاكسي هيقف دقيقه ولا دقيقتين. طب ما انت هتاخد ضعف المده على رجلك يا ابني، ثم انت اصلا بعد كل ده ما اتخانقتش ورحت تتكلم مع الراجل بهدوء تام وبدون الرجوع للعنف. ما تستنى الاشاره. المشهد ده مثلا لما امه اتقبض عليها، ليه برضه نقضي دقيقه ونص من حياتنا بنسمع فيهم صياح هالة فاخر والطفله المعجزه منى عرفه، وحازق بكل الاشكال بقى بالصياح والعياط والصريخ وحتى الصراخات المكتومه اللي هي دي بتاع جاد فازر. يعني انت هتتاثر، يعني هتتاثر، مفيش مفر. ما تفهمش ليه المبالغه كانت ماليه الفيلم ده، مبالغه في الانفعال والحزن والرومانسيه وحتى في الشر، وده خلى الفيلم يبقى عند ناس كتير ماده خام للسخريه، وفيلم كوميدي فعلا ما يتاخدش بجديه وتشوفه عشان تضحك بس على الحاجات اللي بتحصل فيه. انت لو بتحب الفيلم فانا بحبه زيك، او على الاقل ما عنديش مشاكل معاه. في ناس عندها بقى، وزي ما قلت لك قبل كده اقتنعت باللي انا قلته تمام، ما اقتنعتش مش مشكله. احنا هنا بس مجرد بنتكلم، بننزل فيديو بسيط يوم الاثنين الساعه 7 بنقول فيه شويه كلام، وارد يعجبك ووارد جدا ما يعجبكش، عادي ما حصلش حاجه. وبس كده، ما اعتقدش ان عندي حاجه تانية عايز اقولها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف القديم وتستنى الجديد وكده يعني، ما تنساش تعمل لي فولو على فيسبوك كمان لو مهتم. احنا في الحلقه بتاعت النهارده هنتكلم شويه عن مشاكل موجوده في فيلم صايع بحر، مش اخطاء في الفيلم، لا مشاكل عموما. انا عارف انك يمكن تبقى من الناس القليله اللي بتحبه واصدمك واقول لك وانا كمان. احنا بس عندنا النهارده شويه كلام، اقتنعت بيهم يا باشا مفيش مشكله، ما اقتنعتش زي بعضه، احنا مجرد بنتكلم. طب ليه مكتوب في عنوان الحلقه انه اتعمل غلط؟ ويعني ايه اتعمل غلط اصلا؟ يعني ان الفيلم كان ممكن يتعمل بشكل افضل من كده بكتير، او بشكل معقول شويه على الاقل، لكن ده ما حصلش، وطلع في الاخر فيلم مشوه ملوش ملامح ولا فيه فكره ولا انت اصلا فاهم له دماغ. يعني انا لو فتحت ويكيبيديا مثلا ولا السينما وقعدت اقرا لك منه قصه الفيلم اللي بتبقى مكتوبه باكتر شكل مبسط في الدنيا، برضه مش هعرف اقول لك هو بيتكلم عن ايه. المشكله ان الفيلم نفسه مش عارف هو بيتكلم عن ايه، ولا محدد لنفسه خط ولا لون، ولا عارف اصلا طب هو فيلم كوميديا صرف يعني ضحك للضحك، ولا هو فيلم واقعي لازم